إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعي، بصوت الراوي أحمد مجدي. الحلقة 12، آداب القرآن، الجزء الأول. ونحن الآن تلقاء نوع آخر من الإعجاز الأدبي، وهو ضريب تلك المعجزة السياسية التي أومأنا إليها في الفصل المتقدم، وسنقول فيه على وجه من الإيجاز والتحصيل. فإن آداب هذا الكتاب الكريم إنما هي آداب الإنسانية المحضة في هذا النوع، أن وجدت وحيث تكون، إذا لم يراوغ الناس معنى الإنسانية في أنفسهم، ولم يتمنوا فيها الأماني الباطلة، ولم يصدموها بالعنة بين كل رغبة ورغبة وبين كل رأي ورأي. لا نرى أن أمة تفضل حتى تضيق هذه الآداب عنها، أو قبيلا يلتوي حتى تكون عنه بمقصر، أو قوما يصلحون حتى لا تصلح لهم، فإنها بعد آداب الفطرة التي لا تتغير في هذا الخلق، على ما بين طوائفه من التباين، وعلى الضروب المختلفة من أسباب هذا التباين وعلله، مما ترجع جملته إلى تنوع الصور النفسية العامة التي تنشأ من الأفكار والعادات، وما إليها من الأجزاء التاريخية التي تجتمع منها الأمم، وتنشأ منها قواعد الحكم وضوابط الاجتماع ونحوها من الكليات التي يتألف تاريخ الأمة من آثارها. ولا شيء يشبه نظام هذه الفطرة في تسويتها بين الناس على ما وصفنا من أمرهم، إلا نظام الجاذبية في تأليفه بين الأجرام المتفاوتة وإمساك جملتها على اختلاف ما بينها وتباعدها فيما وراء ذلك. وليس نظام الجاذبية في التسبب لإصلاح العالم الكبير إلا شبها من الفطرة النفسية، ولا نظام هذه الفطرة في الإنسان الذي هو العالم الصغير إلا شبها من تلك الجاذبية، وكلاهما يغني شأنا أراده الله من خلق السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقد خرج الناس من أصل واحد، ولا تزال طبيعة الحياة فيهم واحدة، فكل ما أمكن أن يرجع إلى النفس الإنسانية ونظامها فهو في أصله وطبيعته شيء واحد وجنس متميز، وإنما الذي يتغير في الإنسان مظاهر فكره، إذ هو يستمد هذا الفكر مما يتقلب عليه من الحوادث ومما يريغه من الأمور، وذلك شيء ليس في الناس على قدر واحد ولا صفة معينة ولا أمر مستقر، لا يغادر الدهر أن يزيد بسبب وينقص بسبب، والناس بعد ذلك متفاوتون فيه بالزيادة والنقص جميعا. فما كان من الآداب الاجتماعية ناشئا من العادة التي هي بعض مظاهر الفكر فهو كالعادة نفسها، يدور معها ويتغير بحسبها، وما كان منها راجعا إلى طبيعة النفس التي هي مصدر الفكر فهو يشبه أن يكون طبيعة للاجتماع الإنساني، وعلى مقدار ما فيه من قوة الملائمة لطبيعة النفس أو ضعف هذه الملائمة يكون ضعف الحياة الأدبية فيه أو قوتها. وما يزال أمر الآداب الصحيحة في كل جيل من الناس يرمي إلى غاية بعينها من الإنسانية المطلقة التي لا تحد بألوان المصورات، كما تفصل حدود الأمصار والممالك، فإن الله لم يلون الناس تلوينا جغرافيا، وذلك مما يدل على أن نوعا من الإنسان لا تجزئه شرائع أرضه وعاداتها عن الآداب النفسية التي تجعل الفرد إنسانا من الناس قبل أن تجعله تلك الشرائع وتلك العادات فردا من أمة. فإن فصل ما بين حق الأمة على الفرد من أبنائها وبين حق الآداب عليه، وهو أن كل أمة تريد أفرادها على أن يكونوا أبدا مع الحال التي تتفق بها مصلحة على وجه أمرها، وإن كان في ذلك المفسدة، وكان فيه معنتة ومأثم، وكان فيه كل ظلم للإنسانية ومراء في الحق وإصرار على الباطل، وأن لا يدعوا لها سبيلا إلا ركبوه، ولا هوى إلا حطوا فيه، ولا منفعة إلا هدموا دور جيرانهم ليفتحوا بابها، ولا حاجة إلا قطعوا أسباب حلفائهم ليعترضوا أسبابها. فإن هذه الإنسانية وهذا الحق وذلك الباطل ليست غير أدوات سياسية تعمل في تحريك كل مجموع سياسي يسمونه الأمة، وقلما تتخذ السياسة لها فعلا
إذا أرادت أن تضرب في الأرض، إلا من جلود القوانين الممزقة. غير أن الآداب تحتم على الفرد أن يكون أبدا مع الحق، لا مع الحالة التي تسمى حقا في لسان من تنفعه، وباطلا في لسان من تضره. إذ الحق في اعتبار الآداب ما كانت فيه مصلحة الإنسانية نفسها باعتبار النظام الذي يعمها، لا مصلحة جزء منها باعتبار النظام الذي يخصه. ومبدأ الإنسانية قائم على أن الله لم يخلق إلا صنفا واحدا من الناس، ولكن مبدأ كل أمة سياسية أنها هي ذلك الصنف الواحد. فلولا الآداب النفسية في طبائع الإنسان، وما تمكنه من صلات الناس بعضهم ببعض، وما تعطف منهم جماعة على جماعة، وما تطلق من حد المساواة، وما تحد من معنى الجزية، لكان وجه الأرض قد تغير بما يشملها من الفوضى الإنسانية، ولانتقض أمرها. ثم لكانت الشرائع نفسها أشد في إفسادها من الفساد كله، ثم لصارت كل أمة كأنها جنس من الحيوان في قيامه بنفسه وانفراده بنوعه وتميزه بالعداوة لغيره. فههنا آكل وههنا مأكول. فإذا العالم قد أودى وقطع دابر القوم الذين ظلموا. والشريعة في الجملة لا تعدو أن تنزل من كل مجموع من الناس منزلة المرشد المصرف للأفعال على جهة بينة من الحكمة وطريقة لائحة من المنفعة، فهي في الحقيقة عقل هذا المجموع الذي يعقل به وينقاد لأمره. ثم هي بعد ذلك من المنزلة في نفسها بحسب ما تبلغه من الوفاء بأسباب السعادة والكفاية بحاجات الاجتماع إلى سائر ما تشبه فيه العقل الإنساني شبها تاما ونعتا محققا. ولكن الآداب تتنزل من المجموع منزلة النفس الإنسانية التي بها الحياة، والتي هي الكفيلة دائما بتحقيق النسبة بين العقل وبين أغراضه المعقولة وبين الأشياء التي هي مادة هذه الأغراض. فالآداب لا تكون في الإنسان إلا شرائع، ولكن الإنسان إذا عري من الأدب النفسي فربما شرع لنفسه ما لا يصنع الشيطان أخبث منه، بل ما يركض فيه الشيطان ركضا. وقلما انتفع من لا أدب له بشريعة من الشرائع، وإن كانت في الغاية التي لا مذهب وراءها في تهذيب النفس ودرء المفسدة عنها بحسم مادتها، أو ما سبيلها أن ترد به من تقويم الطباع وتثقيف الأخلاق وتثبيت الإرادة وتعيين الحد النفسي لكل منزع إلى الخير وإلى الشر، حتى تستوضح للمرء مذاهب نفسه، فيمضي إذا مضى على بينة، ويعدل إذا عدل عن بينة. وانظر ما عسى أن يكون موقع الشريعة من نفس ترى أن كل هذه الآداب التي توجب لها المنافع على الناس مجتمعين لا توجب عليها للناس منفعة. من أجل ذلك كانت آداب القرآن ترمي في جملتها إلى تأسيس الخلق الإنساني المحض الذي لا يضعف معه الضعيف دون ما يجب له، ولا يقوى معه القوي فوق ما يجب له، والذي يجعل الأدب عقيدة لا فكرة، إذ تبعث عليه البواعث من جانب الروح، ويجعل وازع كل امرئ في داخله، فيكون هو الحاكم والمحكوم، ويرى عين الله لا تنفك ناظرة إليه من ضميره. وبين أن الاجتماع إنما هو شيء روحاني، وأن الأمة لا تجتمع إلا بقوة من قوى التجاذب الروحي تبنى عليها الأغراض الاجتماعية التي هي المبادئ الأولى في الحياة، وعلى حسب الصفة الروحانية التي يقوم بها الاجتماع ثم قوة المادة الروحية فيها، يكون أمر هذا الاجتماع إلى القوة أو الضعف، وإلى الثبات أو الاضطراب، وإلى أن يكون مستحصدا أو منتكثا. وعلى قدر ما يفقد من صفته يفقد من نفسه، فإذا زالت تلك الصفة وانسلخ منها تعاورته صفات المادة، فصار كالشيء المادي الذي تعمل فيه كل الأسباب الظاهرة تركيبا وتخليلا، فلا يتصل الفرد بغيره من الأفراد اتصالا ثابتا لا تنفصم عروته، ثم لا يكون من الأفراد إلا مجموع فرد إلى فرد على هذه الصفة عينها. وما من شعب منحط إلا وهو مثال لهذا الاجتماع المادي
الذي يمتاز أكثر ما يمتاز بالصفة العددية، وما كان من أسبابها مما هو علة الضم، والضم وحده لا يغني في الاجتماع شيئا. وأنت إذا تدبرت هذه القوة الروحية في آداب القرآن الكريم، واعتبرتها بمأتاها في الطباع ومساغها إلى النفوس واشتمالها على سنن الفطرة الإنسانية، فإنك تتبين من جملتها تفصيل تلك المعجزة الاجتماعية التي نهض بها أولئك الجعاة من العرب، فنفضوا رمال الصحراء على أشعة الشمس في هذا الشرق كله، فحيثما استقرت منها ذرة وقع وراءها عربي، بل نفضوا أقدامهم على عروش الممالك، وهم كانوا بين داع للصنم وراع للغنم، وعالم على وهم وجاهل على فهم، وبين شيطان كأنه لخبثه مادة لوجود الشيطان، وإنسان كأنه لشره آلة لفناء الإنسان، فما زالوا يبسطون تلك الجزيرة حتى بلغت أضعافها، وما زالوا بالدنيا حتى جمعوا إليهم أطرافها. وليس من دليل في التاريخ على أن هذه الأرض شهدت من خلق الله جيلا اجتماعيا كذلك الجيل الأول في صدور الإسلام، حين كان القرآن غضا طريا، وكانت الفطرة الدينية مؤاتية، وكانت النفوس مستجيبة، على أنه جيل ناقض طباعه وخالف عاداته وخرج مما ألف، وخلق على الكبر خلقا جديدا. ومع ذلك فإن الفلسفة كلها والتجارب جميعا والعلوم قاطبة لم تنشئ جيلا من الناس ولا جماعة من الجيل ولا فئة من الجماعة كالذي أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في علو النفس وصفاء الطبع ورقة الجانب وبسط الجناح ورجاحة اليقين وتمكن الإيمان، إلى سلامة القلب وانفساح الصدر ونقاء الدخلة وانطواء الضمير، على أطهر ما عسى أن يكون في الإنسان من طهارة الخلق، ثم العفة في مذاهب الفضيلة، من حسن العصمة وشدة الأمانة وإقامة العدل والذلة للحق، وهلم إلى أن تستوفي الباب كله. وهذا على كثرة عديدهم وترادف تلك الآداب فيهم وتظاهرها على جميعهم واستقامتهم لها بأنفسهم، وإنما يكون مثل الرجل الواحد منهم في الدهر الطويل وفي الجيل بعد الجيل، وإنه على ذلك لا يكون في الأرض نادرة الفلك، بل يجعل هذه الأرض مثال السماء لأنه في نفسه مثال الملك. وماذا تريد من علوم الأخلاق وعبر الاجتماع وفلسفة التربية وآداب السلوك وما إليها مما يبتغى ذريعة في كل وجه من إصلاح الإنسانية، إذا كانت كل هذه إنما تلتمس الناقص أو المعوج أو الفاسد أو الضال، فتتمه وتقيمه وتصلحه وتتنصح إليه على طريق من الجدل والمدافعة والبرهان؟ إن هي أغنت في قليل لم تغن في كثير، وإن أقنعت العقل لم تبلغ من القلب مبلغا، ولا تؤخذ إلا على أنها ثقاف ودربة وتمكين. وما كل الناس يحسن أن يقوم على نفسه بنفسه هذا القيام، وهي بعد وإن كانت علما، غير أنها بسبيل ما عداها من العلوم التي تنقص منها التجربة ويشوبها الاجتماع ويفسد عليها الظن والتأول. فكل كتاب من كتبها خيال رجل كامل على الحقيقة، ولكنك إن ذهبت تلتمس ذلك الرجل في عالم الحس العلمي الذي يتأدب بتلك الكتب ويكون في الواقع هو صورتها وتكون هي معناه، لم تقع على اسمه ولو سألت ملائكة اليمين جميعا، إلا أن تصيب ذلك في الفرط والندرة. وإنما كان ما علمت لقصور هذه الآداب عن استبطان حقائق الفطرة الإنسانية والكشف عن دخائلها واستنارة دفائنها وتمثل مذاهبها النفسية على الوجوه التي تذهب إليها هي، لا تلك الوجوه التي يمضي فيها النظر والتأمل والحدس والقياس والتنظير ونحوها من وسائل العلماء إلى الاستنباط والاستنتاج وإلى القطع والتقرير، حتى خرجت تلك الآداب من أن تكون آدابا إلى أن صارت قضايا متداخلا بعضها في بعض، وأقيسة يفضي بعضها إلى بعض،
فصارت كالشيء المختلف الذي لا ينفك يخذل بعضه بعضا، لحملها على العقل دون الخلق، واعتمادها على جملة الفائدة دون الطريقة التي تنتهي إلى الفائدة، وبذا ضعفت آثارها في النشء من دون الطفولة، فضلا عن ذوي العنفوان من الأحداث ومن أغفال الرجال، إذ لم تمازج أنفسهم ولا داخلت طبائعهم المتطلعة التي إنما يكون الشر بها شرا، فلم تثبت ثبات العادة ولا أغنت غناء الدين، وبقيت التربية الطبيعية كما هي للدين والعادة. وإنما انفردت آداب القرآن الكريم في ذلك الجيل الذي عرفت من خبره بالأسلوب الذي تناولها فيه، مما يشبه في صفة البيان أن يكون وحيا يوحى إلى كل من يفهمه ويقف عنده متثبتا بحال من الرأي وفحص من النظر وبإدمان التأمل وأخذ النفس بالتردد في أضيق ما بين الحرف والحرف من المسافة، المعنى لدقة النظم وإبراع التركيب، إلى ما يبهر الفكر ويملأ الصدر عجبا. وهذا تفسير ما جاء في الأثر من أن من قرأه فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، وذلك أي ما وصفناه من شبه الوحي ظاهر التحقيق في من تدبر القرآن من أهل الذوق في اللغة والبصر بأسرارها والمعرفة بوجوه الخطاب والحنكة في سياسة المنطق. فكيف به في قوم كالمضرية من هذه العرباء تنبع اللغة من ألسنتهم وتجري الفصاحة على ما أجروها، وتنزل البلاغة على حقوقها وعلى أماكن حظوظها من حكمهم ورضاهم، وهم بعد ذلك من هم في تصريف القول والافتنان فيه وسعة الحيلة في التأني لإبرازه واجتماعه على الغاية، حتى تعود الجملة الطويلة لفظا واحدا والمعنى البعيد لحظا قريبا، وحتى تصير حروفهم كنبض البرق في اشتماله ما بين أقطار السماوات على أنه إشارة ودون الإشارة. ثم كيف بذلك في قوم كأولئك العرب، وهم كانوا من حس الفطرة بحيث يفسخ البيان عقد طباعهم وينض قواهم المبرمة ويرخي معاقدهم الوثيقة؟ بل كيف به يومئذ وقد كانوا يأخذونه عن لسان أفصح خلق الله منطقا وأصحهم أداء وأجملهم إيماء وأبدعهم في الإشارة وأبينهم في العبارة، وهو صلى الله عليه وسلم كان بينهم مظهر خطاب الله لأولي الألباب وتفسير كل ما في القرآن من الأخلاق والآداب. بذلك استطاع القرآن أن يؤلف من العرب، وكانوا بشرا لا نظام لهم، أكبر جماعة نفسية عرفها تاريخ الأرض، وكان عملها في الأرض وفي تاريخها على حساب ذلك في روعته وغرابته وقوته وفائدته، إذ وجدت من آداب القرآن قلبا اجتماعيا عاما استولى على ما فيها من التصور والفكر والإدراك والاعتقاد، وأحالها كلها فكرا واحدا يستمد قوته من الخلق الذي قام به لا من العقل الذي ينشأ عنه. وليس يخفى أن العقل هو مظهر تاريخ الأمة، ولكن الخلق دائما لا يكون إلا مصدر هذا التاريخ، فلا جرم لم يثبت تاريخ أمة من الأمم إذ لم يكن قائما على هذا الأصل المستحكم، وكانت الأمة غير ذات أخلاق. وإنما صح هذا لأن الصفات الأخلاقية ليست إلا قطعة العمل التي ينسجها الفرد من خيوط أيامه في ثوب التاريخ الذي تحوكه الأمة لنفسها من أعمار أبنائها، والخلق هو بطبيعته مادة هذا النسيج في الأمة كلها، لأنه وحده الذي يحقق الشبه بين طبقات هذه الأمة نازلها وعاليها من قاصيه إلى قاصيه، فهو في الفرد صفة الأمة، وفي الأمة حقيقة الفرد. ولا يشتد القرآن الكريم في شيء فيجيء به على العزيمة القاطعة التي لا مساغ للعذر فيها ولا وجه للتعلل عندها، كما تعرف ذلك منه في الأخذ بالأخلاق الاجتماعية، فإنه لم يجعل في أمرها على الناس هويداء ولا رويداء، بل أمضاها وأعلنها ورفع من شأنها وجعلها من عزائمه، حتى لا يشك فيها من عسى أن يشك في غيرها، ولا يرتاب من ربما كانت الريبة من أمره. وحتى أنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ الصفات وأشرفها وأسناها لم يزد على قوله:
وإنك لعلى خلق عظيم. فكل الأصل الأول فيه لهذه الأخلاق هو التقوى، وهي فضيلة أراد بها القرآن إحكام ما بين الإنسان والخلق، وإحكام ما بين الإنسان وخالقه، ولذلك تدور هذه الكلمة ومشتقاتها في أكثر آياته القرآنية والاجتماعية، والمراد بها أن ينفي الإنسان كل ما فيه ضرر لنفسه أو ضرار لغيره، لتكون حدود المساواة قائمة في الاجتماع، لا تصاب فيها ثلمة ولا يعتريها وهن. وكل ما أصاب الاجتماع من ذلك فإنما يصيب الدين بديا، لأن هذه التقوى هي مصدر النية في المؤمنين بالله. فإذا اعتدوا ظالمين ولم يحتجزوا من أهوائهم وشهواتهم التي لا تألوهم خبالة ولا تنفك متطلعة منازعة، فإنما ينصرفون بذلك عن الله، ويغمضون في تقواه، ويترخصون في زجره ووعيده، فكأنهم لا يبالونه ما بالوا أمر أنفسهم، وكأن ضمير أحدهم إذا لم يحفل بتقوى الله لا يحفل بالله نفسه، وهو أمر كما ترى يريد القرآن أن يكون المنبع الإنساني في القلب، ثم أن يبقى هذا المنبع ما بقي صافيا ثرا لا يعتكر ولا ينضب، كأنما في القلب سماء ما تزال تمد له من نور وهدى ورحمة. وهذا الأصل، أصل المساواة، هو الذي كشفه القرآن بقوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فانظر كيف أبان عن المساواة الطبيعية التي لا يملك بحال من الأحوال أن يفرق فيها الجنس الإنساني كله، وهي الخلق من الذكر والأنثى، وكيف وصف الغاية الاجتماعية للناس شعوبا وقبائل بأنها التعارف. لم يزد على هذه اللفظة التي لا تشذ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبة، ولا تجد رذيلة اجتماعية يمكن أن تدخل في مدلولها، ولن تجدها إلا منصرفة عنها في الغاية. ثم تأمل كيف أقام هذا الأساس الأدبي العظيم، فجعل أكرم الناس المتساوين جميعا في الحالتين الفردية والاجتماعية هو أتقاهم، أي أعظمهم خلقا، لا أوفرهم مالا، ولا أحسنهم حالا، ولا أكثرهم رجالا، ولا أثقبهم فهما، ولا أعلمهم علما، ولا أقواهم قوة، ولا شيء من ذلك وأشباه ذلك مما لا يتفاضل به الناس على التحقيق إلا في إدبار الدولة واضطراب الاجتماع وفساد العمران. ويكون مع ذلك كأنه دربة لهم أن يتباينوا بعد هذه الفضائل المشوبة بالرذائل صرفة لا شوب فيها. ولا يمكن أن تفسر التقوى على التحديد والتعيين في كلمة تستوعب كل معانيها وما يتصل بها إلا كلمة واحدة، هي الخلق الثابت، ومهما أدرتها على غير هذه الكلمة من أسماء الفضائل كلها فإنك لا تجد اسما واحدا يلبسها، لا فاضلة عنه ولا مقصرا عنها. لا جرم أن هذا الأصل الاجتماعي الذي انشعب من المساواة كما رأيت في نظم الآية هو الأصل الذي انشعبت منه كل فضائل المساواة والحرية، وإنه لذلك مقدم على الإيمان، إذ لا إيمان لمن لا تقوى له، وأنه يقضي بكل أنواع الحرية التي تفيد الاجتماع، وكلها مقرر بأصوله في القرآن الكريم. غير أن الذي ننبه عليه من فضيلة التقوى أو الخلق الثابت في القرآن أنه جعل أبعد الأشياء عن موافقة الطباع الموروثة وما لا بد للنفس الإنسانية في التخلق به من الكد والمعالجة، ومن شدة الاعتصام في مدافعة أخلاقها وعاداتها الحيوانية التي هي أصل الفطرة وغريزة الجبلة، أن هذا كله في وصف الفضيلة وجماع الأمر لا يزيد عن كونه أقرب للتقوى، وذلك في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشنآن العداوة والغضب وما في حكمهما، وهذا على أنهما من قوم لا من فرد كما ترى في الآية الكريمة. فينطوي في هذه الإضافة الحرب والاستعمار وغيرهما، فتأمله.
ثم اعتبر القرآن أن خير الأمم على الإطلاق إنما هي الأمة التي تتبسط في مناحي الاجتماع على هذا الخلق الثابت، فإن مرجع التقوى في مظاهرها الاجتماعية إلى شيئين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما المبدأ والغاية لكل قوانين الآداب والاجتماع، ثم مرجعهما في حقيقة نفسها إلى شيء واحد، وهو الإيمان بالله. فالأمة التي تكون لأفرادها فضيلة التقوى تكون لها من هذه الفضيلة صفات اجتماعية مختلفة يؤدي مجموعها إلى صفة تاريخية واحدة، وهي أنها خير أمة. على هذا جاء قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتأمل كيف قدم وأخر، فإنك لا تجد هذا النسق إلا ترتيبا لمنازل الفضيلة الاجتماعية الكبرى تجعل الأمة في نفسها خير أمة، وبالحري لا تجد هذا الترتيب إلا نسقا في وصف الآداب الإسلامية التي جعلت أهلها الأولين حين اتبعوها وأخذوا بها خير أمة في التاريخ بشهادة التاريخ نفسه. وإنما أركان الفضيلة الاجتماعية الكبرى في ثلاثة، كلها حرية واستقلال. 1. استقلال الإرادة وقوتها، وهذا هو الذي يكون عنه الأمر بالمعروف، لا يكون بدونه البتة. 2. استقلال الرأي وحريته، ويكون منه النهي عن المنكر ولا يمكن أن يكون بغيره. 3. استقلال النفس من أسر العادات والأوهام بالنظر والفكر في مصنوعات الله، ولا يكون الإيمان إيمانا على الحقيقة بدونه. ثم هذا الإيمان هو الذي يسند الركنين المذكورين آنفا ويشدهما ويقيم وزنهما الاجتماعي، فيبعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثقة إلهية لا يعترضها شيء من عوارض الاجتماع التي تعتري الناس من ضعف الطباع الإنسانية كالجبن والنفاق والخلابة والمؤاربة وإيثار العاجلة ونحوها مما ينقم الناس بعضهم من بعض. وإذا اعترضها من ذلك شيء لا يقوم لها ولا يصدها عما هي بسبيله، فإن كل هذه الصفات ليست من الإيمان بالله ولا تتفق مع صحة الإيمان، بل هي أنواع من العبادة للقوي والعزيز والمستبد وللشهوات والنزعات وما إلى ذلك. ومتى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير راجعين إلى الإيمان بالله دخلا في الأهواء الإنسانية، فتجيء بها علة وتذهب بها علة، فيعود أمر الإنسانية إلى التآكل والمهارشة والنزاع الحيواني. فإن الحيوان في كل ما يسطو به إنما يأمر بمعروف هو معروفه وحده، وينهى عن منكر هو منكره وحده. فانظر، هل جاءت علوم الفلسفة والاجتماع بعد 13 قرنا من نزول القرآن بما ينقض هذه الحقيقة؟ وهل قررت إلا تفسيرها بوجوه ضعيفة مضطربة لا تبلغ في الكمال مبلغها ولا تقارب هذا المبلغ؟ وهل في الآداب الإنسانية التي قامت عليها الأمم لهذا العهد مثل أن تكون سعادة الإنسان في منفعة الناس، وإن احتمل في ذلك المكروه واقتحم الصعاب وبذل من ذات نفسه وحفظ من حق غيره ما يضيعه ولو ضاع هو فيه، وذكر من واجبه ما ينساه ولو كان ذلك مما يفقده وينسيه؟ ثم لا يكون هذا حتى يكون مقدما على سعادة نفسه التي هي الإيمان، تقدم السبب على المسبب، كما يؤكد ذلك نسق النظم في الآية الشريفة التي مرت بك: اللهم إنه دينك الذي شرعته بكتابك المعجز، بل دين الإنسانية الذي قلت فيه، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تلك جملة من القول في الخلق والعقل، فلما ضعفت أخلاق القرآن في نفوس أهله لم ينفعهم العقل الذي أفادوه من استفاضة العلوم بينهم واستبحار فنونها، ولم يغن عنهم من الخلق شيئا، بل كان لهم ما تم للدولة الرومانية في عصر الإمبراطورية الأول الذي ترجع إليه أسباب المجد لهذه الأمة في العلوم والآداب.
إذ امتاز بطبقات من النوابغ فيه. وترجع إليه كذلك أسباب انحلال هذه الدولة واضمحلالها معه، إذ كان لها يومئذ من ضعف الخلق أكثر مما كان لها من قوة العقل. والبناء إذا نهض وطال إلى ما لا يحتمله الأساس فإنه يعلو، غير أن علوه لا يكون من بعد إلا سببا في سقوطه.